بصي، انا برفض مصطلح ايجار قديم لان هو اسمه قانون الايجارات، وده ليه تاريخ طويل جدا بيرجع لاوائل القرن العشرين، ودي كانت اول مره يظهر فيها قانون بينظم العلاقه بين المالك والمستاجر. كان تقريبا سنه 1914. القانون ده جه نتيجه لازمات اقتصاديه واجتماعيه حصلت في مصر بسبب الحروب، طبعا من ضمنها الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، وده خلى في نقص كبير جدا في عدد الوحدات السكنيه، وده خلى الايجارات تغلى جدا طبقا طبعا لقانون العرض والطلب. بس هنا المشرع وقتها تدخل وبدا يصدر قوانين بتدي حقوق زياده حبتين للمستاجر، اباح بها للمستاجر مال المالك بمصطلحات كتير طبعا زي الى ما لا نهايه وعقد مفتوح ومشاهره والى اخر العمر. ودي كانت قوانين استثنائيه منشقه عن القاعده العامه في القانون المدني بسبب سياسات الدوله وقتها، منها اللي كانت غرضه طبعا تحقيق عداله اجتماعيه، ومنها اللي كانت باغراض سياسيه، ومنها اللي كانت باغراض اقتصاديه.